اللي بتتقفل دولة المماليك عنده بمجيء مين؟ العثمانيين. كل ده تاريخ عثماني. يا اما بيحكمنا مماليك بيضايقوا السلطنه العثمانيه دي وبيستاثروا بحكم مصر. ايه اللي بيحصل بعد الحمله الفرنسيه؟ ما تمشي قعدت معانا 3 سنين. الحمله الفرنسيه يعني ثورتين شهيرتين في تاريخ الدوله العثمانيه لابد تفرض علينا والي. محمد علي بالفعل بيحكم مصر وتحتل مصر من بريطانيا سنه 1882 اللي بيحكمنا من كام لكام؟ من 1936 الى قيام ثوره يوليو 1952 لتبدأ مصر من بعدها عصرها الجمهوري. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة أصبح له بر وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. يحكم مصر في العصر الجمهوري حتى الآن 10 رؤساء. واحد يقول لي 10 رؤساء، أقول له طب تعالى نعدهم مع بعض. مين اللي جه بعد ثورة يوليو؟ حكم مصر محمد نجيب لمدة 8 شهور، ثم تلاه الرئيس جمال عبد الناصر من سنة 54 إلى سنة 70. ثم خلال فترة حكم عبد الناصر في طبعا نكسة 67 حصلت زي ما هو معروف 5 يونيو 67، فبيحكم مصر يومين فقط من 9 يونيو إلى 11 يونيو زكريا محي الدين، لأن كان نائب رئيس الجمهورية. فلما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه الشهير تنتقل السلطة له على طول اوتوماتيكلي بشكل آلي، فبقى هو رئيس مصر لمدة يومين فقط. بعد كده استكمل الرئيس عبد الناصر فترته لغاية ما توفي سنة 1970 ليخلفه الرئيس محمد أنور السادات في الفترة من 1970 لغاية اغتياله يوم 6 أكتوبر سنة 81. من 6 أكتوبر 81 إلى 14 أكتوبر يعني 8 أيام حكمنا رئيس مجلس الشعب، لحين تنصيب الرئيس مبارك حكمنا رئيس مجلس الشعب صوفي أبو طالب لمدة 8 أيام. أنا بقول الأسماء دي ليه؟ لأن ممكن تسقط عند البعض. هم رؤساء، ملناش دعوة، إن شاء الله تحكم مصر دقيقة واحدة، أنت حكمت مصر. يلي صوفي أبو طالب بعد ال8 أيام اللي حكمهم من 6 أكتوبر ل 14 أكتوبر 81 الرئيس محمد حسني مبارك اللي بيحكمنا من 14 أكتوبر 1981 لغاية ثورة يناير المعروفة سنة 2011 لمدة حوالي 30 سنة. خطاب التنحي بتاعه كان يوم 11 فبراير 2011. ايه اللي بيحصل بعدها؟ المجلس العسكري بيتولى السلطة في مصر برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يصبح رئيسا لمصر لمدة سنة لغاية سنة 2012. يلي الرئيس محمد مرسي يحكمنا من 2012 ل 2013. ثم يلي المستشار عدلي منصور اللي يحكم مصر من 2013 ل 2014 حوالي 11 شهر ليتقلد رئاسة مصر من بعدها من 2014 حتى الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالشكل ده احنا استعرضنا تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ، بدأناها من حوالي 6000 قبل الميلاد وصولا إلى سنة 2020. مش عايزك تنام مني أو تزهق مني، الموضوع كبير، لأن هنمسك تاريخ البلد دي فتفوتة فتفوتة وتفصيلة تفصيلة، وهنتعرف على ملامح كل فترة بدقة، ومين اللي حكموا بالظبط وعملوا إيه، وإيه الأحداث اللي حصلت خلال فترة حكمهم. كمان هنتكلم عن الجوانب الحضارية ونشوف إنجازات الشعب ده عمل إيه في السنين الطويلة دي، في القرون الطويلة دي، خلال الفترات الكتير دي. لازم نعرف كمان مجهودنا، وده اللي يسميه دايما علماء التاريخ الجانب الحضاري. احنا عايزين نعرف برضو حضارة مصر، مش بس تاريخها السياسي، لا كمان هنتكلم عن حضارة مصر. القائمون على العمل في هذا البرنامج قالوا لي عشان أكمل معاكم لازم تضغطوا سبسكرايب، شير، تدوسوا جرس، مش عارف وين اللفظ اللي هم بيقولوه. المهم انكم لازم تعملوا الاجراءات دي عشان اقدر اكمل معاكم هذا البرنامج الجميل ونستعرض فيه تاريخ مصر من البداية لغاية اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها قدامي. See you.